مم. طيب نيافة الأنبا كيرلس، صحيح انه حضرتك وسيادة المحافظ بتؤكدوا انه تم احتواء المسألة امنيا، انما خليني اكون صريحة وواضحة على الاقل مع نفسي. حادثة زي دي لا يلتئم جرحها بسرعة. بص اقول لك كلمة. اتفضل. الحادثة دي اولا انا النهارده كنت مع اسر الشهداء. هقول لك كلمه يشهد عليها ربنا. انا دخلت الاسره من الاسر بسلم عليهم، ام الولد قالت لي انا اشكر ربنا ان انت دخلت بيتي وانا ما استحقش ان انت تدخل بيتي. بعد ما صلينا الصلاه التقصيه الخاصه بالثالث وخلصنا، ام الولد زغرتت. ولما واحد بيسالها زغرتي ليه؟ قالت انا بفتخر ان ابني من ابناء بيجي شهيد. طيب. والكلام ده اتكرر في بيت تاني، وبيت تالت انا دخلت مسكت الاب بهزر معاه، قلت له انت يا فلان تستحق ولدك يبقى شهيد؟ ما تبكيش. قال لي العاطفه. قلت له ده انت تفتخر انك شهيد. انا بقول الكلام ده مش من فراغ، لان احنا عندنا في تاريخ ميلاد السيد المسيح لما اتولد وسمع عنه هرودس الملك، فكر كان هيدور بملك ارضي، فراح عمل مذبحه الاطفال كلها بيت لحم ظنا منه ان هيتقتل المسيح. فبالتالي عندنا في الكنيسه عيد استشهاد اطفال بيت لحم بعد عيد الميلاد، فدول اعتبرناهم مع اطفال بيت لحم. طيب انا هسال حضرتك نيافه الانبا انه ذكرى المساله دي وتفسيراتها المختلفه والشعور الشعور القاسي بعدها، سواء في عند اقباط نجع حمادي او غير نجع حمادي، ازاي ممكن يتم التئامه او احتوائه في وجهة نظرك؟ يعني اكيد حضرتك ليك رسالة. اسمح لي بس حضرتك. التئامه واحتوائه اولا الموت علينا حق، ولكل انسان يوم هيتوفى فيه، فده واجب علينا، ونتكلم معهم بروح التعزية يتعزوا، ودامت في تعزية في رضا بالحصل، ومين يقاوم امر الله. وبعد كده في نقطة ثانية، احنا بنثق في القضاء، والقضية دي باينة ان هي مهمة على مستوى الجمهورية، ان يجي النائب العام من القاهرة خصيصا عشان يتولى التحقيق فيها. قضية زي دي كان يحققها وكيل نيابة او يحقق فيها المحامي العام بتاع شمال قنا. ازاي يا نفس الانبا جريمة زي دي يحقق فيها وكيل نيابة؟ انا بقول لك النائب العام ده ما كان يحقق فيها المحامي العام، انما عشان يجي محقق فيها النائب العام بشخصه ويتولى التحقيق وهو اللي يتابع كل شيء، يبقى دي قضيه مهمه. طيب اكتر من كده الناس هل عند سيادتك انت شكوك في القضاء المصري او النيابه المصريه في النائب العام؟ لا انا ما بتكلمش على القضاء والنيابه، انا بتكلم على شعور متزايد عند في صفوف الاقباط انه المسائل. هقول لك كلمتين. اتفضل يا اختي. الاقباط بتابعتهم بيبقى عندهم خوف، فدامت الواحد خواف يقول اي شيء. احنا النهارده واحده قاعدين في المطرانيه، واحده جايه تصوت، مالك يا ستي؟ حرقوا بيتي. امتى يا ستي؟ قلت امبارح. قلت لسه امبارح جايين تصوتي النهارده، ما بلغتي وفي محضر مع شرطه والنيابه تشطعين لك، عايزه ايه؟ وبتصوت بصوت. فالعيب ان احنا بنعيش في المخاوف، انما لا عندنا ثقه في الايمان ولا خوف الشخصيه. يعني حضرتك في اقرب اجتماع ليك، معلش مع بمزاجنا، معلش يعني بتقول ايه لأقباط نجع حمادي وأقباط مصر مثلا؟ بقول لأقباط نجع حمادي ومصر لا تصدقوا الإشاعات، ولكن تحققوا الحقيقة، وبالحقيقة تبقى الدنيا تهدأ، وبعد كده نسأل، ومن سأل ومن استشار يسأل صح ولا لا. في خبر طلع على اي وضع في البلد، في اباء كانوا يسالوهم صح ولا لا، في اسقف في اللوبرشيه يسالوه، في مش عارف مجلس مدينه يسالوه، في شرطه يسالوه، الحقيقه تتضلل. وبعد كده ما تنسيش العالم بيجي قريه، من يستطيع ان يخفي معلومه، والنت شغال والدش شغال وكله شغال. يناقض نفسه. كان زمان يخبوا، دلوقتي مين هيخبي؟ نعم. الولد اللي ارتكب الحادث اتقبض عليه في اقصى سرعه،
في تاني يوم نتيجة ايه؟ العالم مفتوح والعالم معروف المعلومات صح والشغل بيمشي. يعني نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي تعتقد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح؟ بإذن ربنا الأمور هتمشي من النهارده ماشية في الأمور الصحيحة. من النهارده. وبتمنى كل المحلات بتاعت نجع حمادي تفتح كده وتشتغل ويشيل الخوف. وبعد كده ما تنسيش احنا في نجع حمادي علاقة طيبة بيننا وبين المسلمين والمسيحيين. أنا هقول لك كلمة. أنا عندي زراعات. أنا عندي زراعات تبع دير الأنبا الضبع، شريكي فيها الشيخ حسين، وده الشيخ حسين مدرس في المعهد الأزهري بيزرع زراعة الدير ونتحاسب آخر السنة. عندي زراعة في هو شريك معي فيها الحاج أحمد عبد العال وبتحاسب آخر السنة. عندي في المراج ده أرض اللي بيشتغل فيها الحاج محمود، يعني أكتر من كده عايز إيه تاني؟ نعم. أنا بص هقول لك كلمة، أنا بتكلم أمام ربنا اللي حاسبنا على كل كلمة. بس حضرتك لو دخلت على النت أو سمعت أحاديث النت عليه شباب فاضي رايق اللي يسويه يكتبوا، وبتوع الصحافة عايزين يسوقوا على حسابنا. الكلام ده بس انا هقول لحضرتك انا ازعم ان ليا صداقات ومع يعني امسكي كلامهم، امسكي الاهرام والجمهوريه والاخبار، خلاف كده ما تكلمنيش. عشان بتاعت الدوله. يعني سلامتك. الحقيقة حضرتك كلامك واضح جدا وحتى يعني لا يحتاج إلى أسئلة. نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي مؤكدا أنه الأمن تعامل بكفاءة مع الحادثة، مؤكدا أن احتساب من ماتوا شيمة إيمانية، أنه الغضب في غير محله غير مقبول، أنه الإشاعات كثيرة جدا وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه يعلن للجميع أنه لا سبب أو مبرر للخوف أو كبر حجم المسألة في النفوس. كان كلام واضح جدا يافت الأنبا كيرلس مطمئنا ومهدئا الناس. هو قال ده كلام يعني من وحي ضميره، وأيضا من الممكن أن يكون من وحي رؤية مستقبلية لحقن المشاعر والعواطف والدماء بطبيعة الحال، ومحاولة عدم تأجيج المسألة بأي شكل من الأشكال. شكرا جزيلا يافت الأنبا كيرلس.